النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من قبلكم رجل أغناه الله سبحانه وتعالى، حتى إذا وافته المنية أراد أن يموت وعلم بذلك واشتد عليه تعبه ومرضه وعلى فراش موته، جمع بنيه فقال لهم: ماذا كنت لكم؟ فقالوا: كنت خير أب. فقال: والله ما فعلت خيرا أبدا. الحين هو يقر، وأصدق ما يكون الإنسان مع نفسه في الغرغرة حين يموت. لذلك فرعون قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. متى؟ عند الغرغرة. الآن وقد عصيت من قبل. فقال الرجل: والله ما فعلت خيرا أبدا، فإذا مت احرقوني ثم اطحنوني ثم انظروا في ريح عاصف، بيوم ريحه عاصف قوي، فاجعلوا نصفي في البر ونصفي في البحر. فقال بنيه: وما حملك على هذا؟ ليش نصنع مثل هذا؟ قال: لئن قدر الله على أن يجمعني ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. الشك في الآخرة كفر، والشك بأن الله يحيي العظام وهي رميم كفر، والشك بقدرة الله كفر. فمات الرجل وأخذوا بوصيته وجعلوا نصفه في البر ونصفه في البحر. فنادى الله سبحانه وتعالى قال: يا بحر اجمع ما بك، ويا بر اجمع ما بك. فجاء الرجل قائما بين يدي الله سبحانه وتعالى. انظر الآن إلى الخطاب الإلهي، انظر إلى الرحمة، انظر إلى الشفقة، انظر إلى الرب العظيم الجليل. قال: يا عبدي يا عبدي، لم يقل له يا كافر، يا عاصي، يا مذنب، يا مجرم. قال: يا عبدي، وصفه بالعبودية من رحمته جل في علاه. ما حملك على ما صنعت؟ وش اللي خلاك تقول لعيالك يحرقونك ثم يطحنونك ثم يرمونك في البر والبحر؟ وش حملك أنك تشكك في الآخرة وقدرة الله سبحانه وتعالى؟ ما حملك على ما صنعت يا عبدي؟ قال: مخافتك يا ربي، أنا كنت مذنب، أنا كنت عاصي، أنا يا رب ما فعلت خير أبدا، لكن كان فيني خوف منك، كنت أخاف منك أني أقابلك، أنك تحاسبني. قال: مخافتك يا ربي. فتلافاه الله فغفر له، غفر له لأنه عذره بجهله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا.